هوجو سترينج من قصص دي سي، شرير آخر من الروج جاليري الحافلة بتاعت باتمان. دكتور هوجو سترينج على الأقل النسخ الحديثة منه هو عالم نفس عبقري بمعنى الكلمة، عبقري كفاية إنه قدر يخمن هوية باتمان الحقيقية فقط من خلال تحليل شخصيته ومقارنتها بشخصية بروس وين. زي كتير من الأشرار الآخرين، هوجو سترينج عنده هوس غير صحي بباتمان من قبل ما يكتشف هويته وحتى بعد ما اكتشفها، لكن خطورته الحقيقية بتيجي من قدرته المذهلة على استخدام تحليلاته النفسية الثاقبة في التلاعب بالناس سواء أبطال أو أشرار وجعلهم بيادق بينفذوا خططه الشريرة. فهمه العميق للنفس البشرية بيخلي الناس عرايس في إيده. سترينج برضو مش بس عالم نفس متميز، بل كمان عنده علم واسع في مجالات أخرى زي الكيمياء والوراثة والطب والتنويم المغناطيسي. بدون أي قدرات خارقة ولا حتى مهارات قتالية مذهلة، الذكاء والعلم ده كان كافي يخليه من أخطر أشرار باتمان. باتمان نفسه مستوعب ده ومش بيقلل من شأن هوجو سترينج إطلاقا.